شو هو المشهد اللي أثر فيكي أو بكاكي؟ كسر عظم وقت مات سامر اسماعيل. الله ما أعطاكم. بسام كوسة بالفصول 4 لما بتسافر مجدة وبدوب عليها ولما بترجع بخانقها. يا ريتك جنبي يا مجدة لحتى اقول لك صباح الخير وانت راقدة على بيروت مشان الشوبينج ضراب السخن تبعكم. ما اشتقت لي. وقت استقبلت ابنها بآخر حلقة وردة شامية. يا عيون امك، يا قلب لأمك. مسلسل كسر عظم وقت مات ريان. والله شو ندمانة يا أمي، ندمانة. في مسلسل اسمه ليس سرابا لعباس النوري، المشهد اللي بتفوت فيه بتلاقيه هو انه توفى وكذا. مسلسل أحلام كبيرة من المسلسلات كثير يعني حلوة وظريفة. لما عمر توفت مرته. الخوالي. انتظار ياسمين لما كانوا قاعدين بالحديقة العامة، يعني لما كانوا يعني حاجاتهم كلها وأكلهم وشربهم وحاجتهم لبيت ومأوى، هاي كانت كتير بتأثر بالواحد. في عندها وظيفة لسه ما كتبتها. في مشاهد كتير أنا بقعد بتذكرها هيك شوي بتضايق، بتذكر ليش القصص القديمة، لمة العائلة، هالقصص هاي أنا بس شوفها في مشاهد بس شوفها معي، يمكن العالم عندها بتكون عادية بس أنا عندي بتأثر فيني. هلا أكتر شيء ضايقني تبع العربجي لما بده يجي يقتل بنته بس. ايه في مسلسل انا كثير بحبه الاستئجارية. ايه وقت جوزها كان عم يضربها وهي مظلومة وما لها ذنب بهذا الشيء. ما بعرف شو عم يصير معي، ما بعرف أنا ما بعرف شو عم يصير. ولك فكرتيني مجنون، فكرتيني غبي. لك احكي لك هلا في بأشواك ناعمة نادين تحسين بيك، كيف بتكون قدام الفئات إنه هيك بتضحك بس هي بالبيت إنه عكس هالشي. يبعث لك يا رزاع فظيعة. باي. أنا ما ببكي بالحياة، ما عندي شعور. تبعيت مقطع من نيبال انه وقت تصيري يقتل العالم وكذا وهيك. شو بدك تعمل؟ بدي اعمل لك كرتون